الشرح النهارده هيكون كله على التليفون علشان يكون مناسب لاكبر عدد من الناس ويكون سهل. هنستعمل تطبيق ريدوت باي وهنشوف كل حاجه بتتم ازاي بالتفصيل. مبدئيا قبل اي حاجه انت محتاج تحمل الابلكيشن بالشكل ده. هسيب لك اللينك تحت هتدخل عليه، وبعد كده هتضيف هنا ايميلك وهتدوس سند كود، هيتبعت لك كود على الايميل هتضيفه هنا. لما هتعمل العمليه دي من خلال اللينك اللي انا سايبه لك هتاخد $5 على الابلكيشن اول ما تفتحه. ال $5 دي تقدر تستخدمها في اي عمليه شراء بعد كده. طيب خطوات التسجيل على البرنامج اسهل ما يمكن. بعد ما تسجل بالطريقه اللي قلت لك عليها وننزل الابلكيشن ونفتحه، هتفضل تدوس على السهم ده نيكست في نيكست، وبعد كده تعمل لوجن. هتدخل الايميل اللي انت دخلته وانت بتسجل في الاول. بعد كده يطلب منك تعمل باسورد لاول مره وتحط الفيريفيكيشن كود اللي هيجي لك على الايميل. برضه هتحط الفيريفيكيشن كود اللي هيجي على الايميل، هيظهر لك كابتشا او اي حاجه كده هتعملها عادي. وبمجرد ما بتدخل الكود بتلاقي الابلكيشن فتح قدامك بالواجهه بتاعته وخدت $5 اللي انا قلت لك عليها. هتدوس على الثلاث شرط اللي فوق، هيجيب لك ان انت الاكونت بتاعك مش متاكتف. هتدوس على العلامه بتاعه الاكتيفيشن. بعد كده بيقول لك الطريقه اللي انت هتاكتف بيها، هتدوس جو تو فيريفاي. بعد كده تدوس على الايميل. بعد كده بيبعت لك كود تاني على الايميل، بتدوس هنا سند كود، بيبعت لك كود على الايميل، بتخش تاخده من على الايميل وتحطه هنا. بعد كده بتدوس فيريفاي، ودلوقتي بيقول لك حط رقم تليفونك. بتحط الرقم من غير رقم الزيرو اللي في الاول، يعني انت مثلا 011 بتكتب 11 على طول. بعد كده بعت لك رساله على الموبايل، بتحط الكود اللي هيوصل لك في الرساله بتحطه هنا. لحد هنا خطوات تسجيل عاديه خالص زي اي ابلكيشن. بعد كده لما بتخلص بقى الموضوع ده بترجع تاني بتلاقي لسه الابلكيشن متاكتفش. بيقول لك بقى هنا ان انت محتاج تحط حبه بيانات. اول حاجه الدوله اللي انت منها، طبعا احنا مصر. بعد كده اسمك الاول واسمك التاني او اسمك الاخير. بعد كده تاريخ الميلاد. وبعد كده بطاقه الهويه او الطريقه تحقق الشخصيه اللي هو هتحقق بيها من هويتك. طبعا احنا عندنا باسبور او الاي دي ده اللي هو البطاقه بتاعتك، فانت هتحط الاي دي اسهل يعني عشان لو معكش باسبور او كده. وبعد كده بيقول لك حط رقم البطاقه بقى اللي هو الرقم القومي بتاعك، فانت هتختار الاي دي عادي وتكتب الرقم القومي بتاعك في الجزء الاخير بتاع الدوكيمنت نمبر. بعد ما تدوس نيكست هيقول لك دلوقتي اعمل تحقق الشخصيه او تحقق الهويه. هيقول لك دلوقتي انت من انهي دوله. احنا طبعا اذر مش يونايتد ستيتس. بعد كده كونتينيو. هيقول لك دلوقتي هتعمل كومبليت للفيريفيكيشن بتاع البروفايل عن طريق البطاقه بتاعتك وصوره ليك، صوره سيلفي ليك. هتدوس له قول له كونتينيو. دلوقتي هو بيقول لك ايه نوع تحقق الشخصيه اللي معاك، هل انت معاك رخصه مش عارف. احنا طبعا هنختار الاي دي اللي هو البطاقه الشخصيه بتاعتنا. بمجرد ما تختارها هيفتح لك الكاميرا. محتاج تصور البطاقه، طبعا صورها في مكان يكون فيه اضاءه واضحه وما يكونش فيه انعكاس ضوء على البطاقه نفسها. بعد ما تصور اول جزء هيقول لك المستند قابل للقراءه او لا، هتقول له اه، وهيصور بعديها اقول لك اقلب البطاقه عشان تصور ظهرها. هتصور ظهر البطاقه نفس الصوره وتقول له الدوكيمنت قابل للقراءه يعني. وبعد كده بيدخلك بقى المرحله اللي بعد كده. دلوقتي هو بيقول لك حط وشك في الدايره اللي ظاهره دي، يعني تصور سيلفي. ثبت بس وشك في الدايره. ممكن يقول لك مثلا افتح بقك، داير وشك، مش عارف ايه. مجرد ما بيقول لك تمام بيقول لك خلاص انت فيريفيكيشن كومبليت، ودلوقتي انت اصبح الاكونت بتاعك جاهز ان هو يستخدم على موقع ريدوت باي او على برنامج ريدوت باي. لو رجعت تاني ودخلت على الثلاث شرط هتلاقي ان انت مكتوب جنبك فيريفايد. فكده احنا جاهزين ان احنا نخش على الخطوه اللي بعديها. طيب احنا دلوقتي عملنا اكونت على ريدوت باي وفعلناه ودلوقتي هو جاهز للاستخدام. محتاجين بقى نعرف هنشحن عليه الفلوس ازاي. في عندك طريقتين والطريقتين اسهل من بعض. الطريقه الاولى هتكون عن طريق باينانس ودي امن طريقه ولكن بتاخد وقت شويه، والطريقه الثانيه من موقع اسمه سبيدي اكسشينج ولكن الطريقه دي مش امان زي باينانس ولكن بتتم بسرعه. انا دلوقتي هشرح الاثنين وانت اختار الانسب بالنسبه لك. طيب احنا دلوقتي هنشرح ازاي تضيف بقى الفلوس عن طريق باينانس، ولكن علشان في ناس كتير مش مسجله على باينانس اصلا، فاحنا هنشرح في السريع الاول كده ازاي تسجل على باينانس لو انت مش موجود على الابلكيشن. هتنزل باينانس عادي من رابط التحميل هسيبه لك برده تحت، وبعد كده هتفتح البرنامج. هيقول لك انت انهي نوع من اليوزرز، هتختار اول واحده. بعد كده هيظهر لك يقول لك حط الايميل بتاعك او حط رقم التليفون. احنا هنقول دوس كونتينيوس جوجل اسهل وتختار اكونت جوجل بتاعك وتكمل بيه. بعد كده بيقول لك الشروط والاحكام مش عارف ايه، هتقول له تمام. بعد كده بيقول لك ريفيرال اي دي لو انت حد باعت لك ريفيرال او كده. احنا معناش فهنقول له ايه فيريفاي ايدنتيتي على طول. مش هنحط ريفيرال اي دي لان احنا معناش ريفيرال اي دي. بعد كده ندوس سكيب، مش عايزين باس كي ده ملوش لازمه، هندوس سكيب. دلوقتي هو بيقول لك بقى عايزين نتحقق من الهويه. بيقول لك انت منين، هتقول له مصر عادي. بعد كده كونتينيو. هتقول له اسمك الاول واسمك التاني واسمك الاخير زي ما انت شايف كده، الاسم الاول، اسم الاب، اسم العيله. بعد كده الدوله اللي انت او الجنسيه بتاعتك هتقول له مصر. بعد كده كونتينيو. بيقول لك تاريخ الميلاد، السنه والشهر واليوم، هتحط تاريخ ميلادك. بعد كده كونتينيو. بيقول لك العنوان، هتكتب عنوانك، الدوله، المحافظه، المدينه، اسم الشارع. هو دلوقتي عايز تفاصيل اكتر، هتحط البوستال كود ده اللي هو الرمز البريدي. هتدخل على جوجل عادي تكتب المنطقه اللي انت منها، مثلا سموحه، الرمز البريدي لسموحه ظهر لك كده رقم بيكون 5 أو 6 ارقام تقريبا. هتعمل له كوبي وتحطه هنا. وبعد كده بيقول لك المدينه،
اسكندريه مثلا، فتكتب اسكندريه. بعد كده هو طبعا مختار الدوله عادي. بعد كده هتقول له كونتينيو، هيقول لك المستند اللي انت هتعمل بيه تحقق شخصيه، نقول له الناشونال اي دي اللي هو بطاقه الرقم القومي. بيقول لك هنصورها، هتقول له كونتينيو. طبعا انت هتكون محضر جنبك البطاقه بتاعتك. بيقول لك دلوقتي هترفع لها صوره ولا تاخد صوره لايف، قول له تيك بيكتشر وذ فون، بتبقى اسرع يعني، بتدي البرميشن للابلكيشن ان هو يصور، وتصور البطاقه بتاعتك صوره وش عادي. وبعد كده بيقول لك اقلب البطاقه، بتصور صوره ظهر بعديها. طيب دلوقتي احنا صورنا المستند بتاعنا تمام، بيقول لك تمام اترفع، هتدوس كونتينيو. بيقول لك محتاج تصور وشك، هتدوس كونتينيو. نفس الخطوات بتاعت ابلكيشن ريد دوت باي برضه، هو بس بيعمل كده عشان تحقق ان انت ما سجلتش قبل كده على الابلكيشن، بحيث ان كل يوزر يكون له اكونت واحد. دلوقتي بيظهر لك الدايره دي، بتحط وشك في الكاميرا عادي. هيقعد بقى يقول لك ايه اقلب وشك وافتح بقك ومش عارف ايه اسمع كلام ومشي الدنيا. بيقول لك فيريفيكيشن كومبليتد، هتقول له كلوز. بعد ما خلصت بالطريقه دي يظهر لي ان هو بيندنج، وساعتها هياخد شويه وقت علشان باينانس يتفعل. وبعدها بيقول لك خلاص ان انت الابلكيشن بتاعك اتفعل او الاكونت بتاعك اتفعل وجاهز للاستخدام. طيب بعد ما عملنا الاكونت على باينانس، دلوقتي بقى احنا محتاجين ان احنا نشحن الفلوس. هنخش على باينانس عادي خالص، ممكن يحتاج 24 ساعه لما الابلكيشن يتاكد او يفعل الاكونت بتاعك. هتخش اول ما تلاقي ان انت مكتوب عندك فيريفايد، خلاص انت كده تمام. زي ما انت شايف دلوقتي مكتوب عندي فيريفايد، وانا على هوم هيظهر عندي توتال بالانس يو اس دي تي. هتدوس على ديبوزيت. بعد كده بي تو بي تريدنج، اللي هو ان انت تشتري من شخص تاني يعني. دلوقتي هو بيدي لك حبه تعليمات وبتاع، هتقول له تمام انا قريت التعليمات، نيكست في سكيب، بتعدي الكلام ده كله. دلوقتي انت بتختار من اللي هي الفلتر الاولاني ده، بتختار يو اس دي تي، هو كده كده احنا بنشتري يو اس دي تي. بعد كده بتختار الاماونت، بتحط الرقم اللي انت تقريبا عايز تشتريه، بحيث ان انت يطلع لك التجار اللي هم قادرين يبيعوا الرقم ده. بعد كده بتختار البيمنت او طريقه الدفع. عندك كذا طريقه، انت ما تعتمدش غير فودافون كاش وانستا باي، لان دول اسهل حاجه واقل حاجه عليهم عموله. ولو انت معاك انستا باي هيكون احسن، لان عمولته مفيش عموله تقريبا. انا دلوقتي اختار انستا باي. زي ما انت شايف هيظهر لي التجار. هركز على كذا حاجه عند كل تاجر. اول حاجه عدد التريدز اللي هو عاملها او عدد مرات البيع اللي هو عاملها. تاني حاجه التقييم بتاعه. اول واحد ده مثلا زي ما انت شايف واخد 100% تقييم، وبيقول لك بياخد حوالي ربع ساعه علشان يعمل لك العمليه. طيب تمام، الراجل ده تقريبا كده كويس وبيستخدم انستا باي. عندنا برضو تاني واحد بيستخدم طرق دفع اكتر، لو انت عايز تستخدم طريقه تانية وسعره اغلى 1 قرش، فمش فارقه معانا. وهكذا كل واحد بقى زي ما انت شايف. طيب انا لما جيت اعمل باي بيقول لي انيبل اس ام اس اوثنتيكيشن عشان اتاكد يعني من الرقم بتاعي. بيقول لي اوثنتيكيشن اب او ايميل. هقول له اوثنتيكيشن اب ده طبعا عشان فعل الاكونت قبل كده واعمل له اوثنتيكيشن بالابلكيشن بتاع الاكواد. هنا انت مش هتظهر لك ده، ظهر لك ايميل بس غالبا. هتحط الايميل، هيقول لك سند كود، هتاخد الكود من الايميل وتدخله هنا عادي وتدوس كونتينيو. بعد كده بيقول لي اد فون نمبر، هحط رقم تليفوني طبعا من غير الصفر في الاول. وبعد كده هدوس جيت كود، هيبعت لي رساله على رقم التليفون اللي انا لسه حاطه. هاخد الرساله دي واعمل لها سبميت هنا. ودلوقتي انا بقى عندي اوثنتيكيشن وجاهز ان انا اشتري. هخش بقى اختار التاجر اللي انا عايزه، هدوس باي زي ما انت شايف كده. دلوقتي بيقول لي حط العمله بالجنيه، عايز تشتري بكام جنيه وهو هيحولها لك ليو اس دي تي، او عايز تشتري كام يو اس دي تي وهو يقول لك انت محتاج كام جنيه. طب هحط دلوقتي مثلا 2500 جنيه. دلوقتي قال لي ان 2500 جنيه دول هيساوي 52.27 سنت. طيب تمام، هو ده المبلغ اللي انا عايزه. هختار دلوقتي البيمنت ميثود، هدوس عليها هنا كده. هيقول لي دي طرق الدفع اللي موجوده عند التاجر ده. انا عايز انستا باي، هختار انستا باي عشان هو اقل عموله زي ما قلنا. بعد كده هدوس باي يو اس دي تي. دلوقتي بيطلع لي حبه حاجات، بيقول لي ان انت في شات تتواصل مع التاجر وكده، هنقول له نيكست. لو دوست على علامه الشات دي هيظهر الشات بيني وبين التاجر. هو دلوقتي بيقول لي اليوزر بتاعي بتاع انستا باي اهو، بيقول لي في انتظارك ان انت تحول. هاخد اليوزر بتاعه على انستا باي، هخش على انستا باي عادي بالكود اللي هو اداهوني، وهعمل له عمليه تحويل بالمبلغ اللي احنا متفقين عليه اللي هو 2500 جنيه. بعد ما عملت عمليه التحويل قلت له حولت لك، وهبعت له الصوره او السكرين بتاع انستا باي بعد التحويل. طبعا انا مش هينفع اصور جوه انستا باي لان انستا باي بيمنع التصوير. دلوقتي انا بدوس هنا، هو دلوقتي بيظهر لي تاني بيانات التاجر. لو انا طبعا هو بعتها لي في الشات، فانا اسهل خدت اليوزر نيم بتاع انستا باي من الشات. انما لو هو ما كلمنيش في الشات فانا ممكن اخد ايه بيانات انستا باي بتاعه من هنا. دلوقتي انا خلصت، بقول له ترانسفيرد نوتيفاي سيلر، بقول له يعني ان انا بعت له. هو طبعا هنا ايه عارف ان انا بعت له، فقال لي وصل. قال لي دوس تم الدفع علشان اقول له يعني ترانسفيرد. وبعد كده خلاص بيطلب مني ان انا احط هنا السكرينه بتاعت عمليه التحويل تاني علشان ااكد عمليه الدفع بالنسبه للابلكيشن. بستنى شويه، التاجر ده كان كويس، استنيت حوالي دقيقتين. بعد كده وصلني اليو اس دي تي اللي انا اشتريته. لو دخلت دلوقتي على الوالت هلاقي ان انا عندي في الاوفر فيو 52.25 يو اس دي تي. طيب دلوقتي انا اصبح معايا ال $52 زي ما انت شايف على باينانس. دلوقتي ما ينفعش اعمل اي معامله على باينانس ليها علاقه بتحويل الفلوس اللي انا ضفتها دي غير بعد ما يعدي عليها 24 ساعه. هو باينانس نظامه كده بحيث ان هو بيتاكد من التاجر ومن اللي اشترى والكلام ده. لازم تسيب الفلوس 24 ساعه بالظبط، ما تحاولش ان انت تعمل اي عمليه على الفلوس قبل 24 ساعه، لان ممكن ايميلك يتبند. وزي ما شفت احنا مستعملين بطاقتنا وصورتنا، فانت لو حاولت
حاولت تعمل ايميل تاني مش هتعرف. فاي فلوس بتشحن على باينانس عموما لازم تتساب 24 ساعه، بعد ال 24 ساعه هنبدا نحولها على برنامج ريدوت باي زي ما هنشوف. طيب دلوقتي بعد ما عملنا الاكونت بتاعنا على باينانس والاكونت اصبح متاكتف بعد مرور الوقت اللي هو اتاكتف فيه، هنعرف بقى ازاي نحول الفلوس من باينانس لريدوت باي. هتخش على ريدوت باي عادي تمام، بعد كده هتدوس على ديبوزيت وتحدد اليو اس دي تي اللي احنا اشتريناه على باينانس. بعد كده هتختار بي ام بي سمارت تشين. هيظهر دلوقتي قدامك عنوان المحفظه بتاعتك، هتعمل له كوبي من هنا زي ما انت شايف، وبعد كده هنروح لباينانس. انا دلوقتي رحت لباينانس معايا الفلوس اللي انا كنت شاحنها، هدوس على ويزدرو او سحب. دلوقتي بيقول لك تسحب ايه، طبعا احنا معانا يو اس دي تي فمفيش غيره، هندوس عليه. بيقول لك هتبعت اليو اس دي تي ده ازاي، هنختار سند فيا كريبتو نتورك اللي هو البي ان بي سمارت تشين اللي احنا حددناه. بيقول لك حط عنوان المحفظه في اول خانه، هنحط العنوان بتاع المحفظه اللي عاملينه كوبي من ريدوت باي. بعد كده بيقول لك النتورك او طريقه التحويل، يعني هنختار بي ام بي سمارت تشين، دي عليها اقل عموله تقريبا. بعد كده بيقول لك المبلغ اللي انت عايز تحوله بقى، احنا معانا 52 يو اس دي تي 26 سنت، هندوس ماكس علشان عايز احول كل المبلغ اللي معايا. بيقول لك دلوقتي عموله التحويل اللي هتحصل تحت مكتوب عندك اهو نتورك فيه 33 سنت، فانت هيوصلك 51 93 سنت. هندوس دلوقتي ويزدرو، طبعا لازم تكون متاكد من عنوان المحفظه بتاعتك علشان الفلوس ممكن تروح لحد تاني. مجرد دلوقتي ما دوست ويزدرو بيقول لي هتعمل كونفيرم للموضوع، هنقول له تمام كونفيرم، احنا متاكدين من العنوان وكل حاجه. دلوقتي هو بيجيب لك خطوات التحقق علشان يتاكد ان انت اللي بتبعت الفلوس. هندوس الاوثنتيكيشن اب ده علشان اعمل تحقق بخطوتين، فباخد الكود من ابلكيشن التحقق، وبعد كده الايميل باخد الكود اللي بيوصلنا على الايميل. بيقول لي العمليه بتتم دلوقتي، العمليه بتاخد شويه وقت ممكن دقيقتين 3. بعد ما بتخلص العمليه بيوصلك الفلوس على ريدوت باي. بعد شويه هتلاقيها كومبليتد زي ما انت شايف كده. هتروح على ريدوت باي بقى، هتقعد تعمل ريفرش شويه وهتلاقي مره واحده الفلوس ظهرت عندك ان هي نزلت على الحساب بتاعك زي ما انت شايف كده. طيب انا دلوقتي اصبح معايا الفلوس ال$5 اللي انا خدتهم وانا بسجل في الاول، والفلوس اللي انا نقلتها. دلوقتي احنا هنشوف موقع سبيد اكسشينج، هو اسرع من باينانس ولكن اقل شويه في الامان، امن حاجه باينانس، بس احنا هنشوف دلوقتي بيستخدم ازاي، وانت اختار اللي انت عايزه زي ما انا قلت. هنخش على الموقع عن طريق اللينك اللي انا سيبه لك تحت. بيقول لك اي عمليه هتتم من رقم سنترال او مش رقمك الشخصي وكده تعتبر مرفوضه، وعندهم مواعيد عمل. طبعا ده باين عليه ان هو موقع مصري، في ناس مصريين هم اللي عاملينه وبيحولوا لك، يعني بياخدوا منك فلوس ويحولوا لك. هنقول له اوكي عادي تمام. بعد كده هنخش على الثلاث شروط اللي فوق ونعمل ريجستر عشان نعمل اكونت على البرنامج. هيقول لك دلوقتي حط اليوزر نيم والايميل والدوله، هنحط له البيانات اللي هو محتاجها. بعد كده رقم الموبايل، بعد كده هتعمل باسورد على الموقع، بعد كده تعمل انلاست روبوت اللي هو الكابتشا دي، بعد كده بتعمل اجري، وبعد كده بتعمل كونتينيو. دلوقتي بقى هو بيقول لك حط بياناتك، تحط الاسم الاول والاسم الثاني، وبعد كده عنوانك، وبعد كده الستيت دي اللي هي المحافظه اللي انت فيها، انا في البحيره مثلا. بعد كده الزيب كود ده اللي هو رقم البريدي اللي انا قلت لك بتجيبه ازاي، وبعد كده المدينه. بعد كده بتدوس سبميت. طيب دلوقتي انت الاكونت بتاعك على موقع سبيدي اكسشينج اتعمل خلاص. دلوقتي احنا جاهزين ان احنا نشتري من عليه اليو اس دي تي. اليو اس دي تي ده يا جماعه هو الدولار، بس الدولار الالكتروني اللي بيتم بيه المعاملات اللي شبه دي على باينانس والمواقع دي. انت بتاخد اليو اس دي تي ده بتحوله على ريدوت باي وتشتري بيه اكنه دولار عادي، فما تقلقش يعني. دلوقتي انا بخش على الصفحه الرئيسيه بقى بتاعت سبيدي اكسشينج. دلوقتي بيقول لي انت عايز تبعت منين لفين، فانا هختار عايز ابعت منين. هقول له انستا باي، موجود عندك زي ما انت شفت فودافون كاش، وموجود عندك كذا طريقه تانية، بس زي ما اتفقنا ان انت اقل حاجه ما فيهاش عموله هي انستا باي. لو انت معكش انستا باي ومعاك فودافون كاش مش مشكله، كده كده العموله جنيه تقريبا على كل 100 جنيه، فتعتبر قليله، ولكن انا بستعمل انستا باي عشان ما فيش عموله خالص اصلا. بعد كده بيقول لك عايز تبعت الفلوس فين، هتقول له ريدوت باي. هنا بيشحن لك طوالي على ريدوت باي، انما باينانس بتشحن عليه الفلوس وبعد كده بتحولها على ريدوت باي، انما ده بيشحن لك طوالي على ريدوت باي. فدي برضو ايه ميزه بتخليك ان انت تنجز اكتر. هقول له ريدوت باي، بيقول لك المينيمم 100 جنيه والماكسيمم 120,000 جنيه. طبعا احنا مش احنا ايه هنستخدم المينيمم لان انا بس بعمل الموضوع ده عشان اشرح لك. فانا هحط دلوقتي في يو سند دي، هحط في الرقم اللي انا هبعته هحط 100 اللي هو 100 جنيه. بيقول لي دلوقتي اوصلك دولار و94 سنت على ريدوت باي. بعد كده ادوس اكسشينج ناو، فتح لي دلوقتي طريقه التحويل وبيقول لي المبلغ بيتاكد معايا من البيانات. ودلوقتي تحت خالص بيقول لي ريدوت باي اي دي وولت. الاي دي بتاع ريدوت باي مش عنوان المحفظه، الاي دي بتاعك على البرنامج. بكل بساطه لما بخش على ريدوت باي وادوس على الثلاث شرط اللي فوق بيظهر عندي فوق خالص الاي دي جنب او فوق الايميل بيظهر عندي الاي دي، بعلق عليه بس بيتعمل له كوبي. دلوقتي بيقول لي اتعمل له كوبي تمام. هرجع تاني لسبيدي اكسشينج، هحط الاي دي هنا كده تمام. هعلم على العلامتين اللي موجودين تحت دول اللي هو الفيزا يتم شحنها عن طريق مش عارف ايه، وشباب محدش يمشي ورا الفيديوهات، فكك منه امشي ورا الفيديو بتاعي. بعد كده نقول له تمام. هيقول لك دلوقتي حول الفلوس على الادرس ده على انستا باي اللي هو احمد 0214. طبعا الادرس ده بيتغير يعني على حسب انت بقى بتشتري امتى او بتشتري من مين. هنخش على انستا باي، هنعمل عمليه التحويل للعنوان ده بالمبلغ اللي احنا قلنا له عليه، وبعد كده ناخد السكرين شوت، نيجي هنا ندوس شوز فايل ونحط السكرين شوت بتاعت عمليه التحويل اللي هي ب 100 جنيه. بيقول لك تحت حط الانستا باي وولت او العنوان اللي انت باعت منه، هتحط العنوان بتاعك على انستا باي.
انا العنوان بتاعي، شوف بقى العنوان بتاعك على انستا باي ايه عشان نتاكد بس ان انت اللي بعت. بعد كده هتقول له سبميت. دلوقتي هو بيقول لك ادمن ويل ريفيو يور ريكويست، يعني هو هيشوف الريكويست بتاعك. الموضوع خد حوالي 10 دقايق على ما الفلوس وصلتني على ريدوت باي. طوالي الفلوس ما وصلتنيش على الموقع وبعد كده انا شحنتها، لا الفلوس بتوصلك على طول على ريدوت باي، فده اسرع بكتير. بعد ما خلصنا بقى وشحنا الفلوس على ريدوت باي، دلوقتي هنعرف ازاي نطلع فيزا افتراضيه على البرنامج ونستخدمها في الشراء. طيب دلوقتي ابلكيشن ريدوت باي بيديلنا امكانيه ان احنا نشتري عليه كارت افتراضي ونستعمل الكارت ده في ان احنا نشتري بيه اي حاجه. كارت فيزا عادي خالص زي اي كارت انت بتستخدمه، عليه الكود بتاع الكارت والارقام بتاعته وكل حاجه. دلوقتي عشان نشتري الكارت ده بعد ما اصبح معانا فلوس على ريدوت باي، هندوس دلوقتي على كارد اللي هي الخانه اللي في النص. بعد ما بتدوس عليها بيظهر دلوقتي قدامك كارتين، بيقول لك في فيرتشوال كارد او كارت افتراضي ان انت تاخده ارقامه بس ما يبقاش معاك كارت في ايدك، والثانيه فيزيكال كارد ده ملوش لازمه بالنسبه لنا، هتدفع عليه $100 وملوش اي 60 لازمه، هتاخد كارت في ايدك ومش هتعرف تستخدمه هنا في مصر اصلا. فاحنا هنختار الفيرتشوال كارد. بعد كده ندوس اوردر كارد. دلوقتي هو بيقول لك ثمن الكارت ده $10. في الوقت اللي انا كنت بجهز فيه الفيديو كان في ديسكاونت بمناسبه رمضان، فكان الكارت عليه ديسكاونت $6، فكان سعره $4 بس. انما دلوقتي مفيش ديسكاونت، بس في البرومو كود ده تقريبا بيديك ديسكاونت، انا مش متاكد. هسيب لك البرومو كود بتاعي تحت، انت استخدمه شوف هيديلك ديسكاونت ولا لا، ولو اداك ديسكاونت يبقى كويس، لو ما اداكش ديسكاونت هو الكارت سعره $10 يعني حوالي 500 جنيه مصري. ملحوظه مهمه، $10 دي مش من $5 اللي الابلكيشن بيديها لك وانت بتسجل بالكود بتاعي او باللينك بتاعي في الاول. $5 اللي انت بتاخدها في الاول دي تقدر تستخدمها بعد ما تشتري الكارت في ان انت تشتري اي حاجه، هي كده كده اكنها بترجع لك يعني، ولكن $10 او الفلوس بتاعت الكارت لازم انت تكون شاحنها. فانت خلي بالك من النقطه دي، لان في واحد زميلي شحن فلوس وقعد استنى كتير وطلعت في الاخر ايه محتاج يشحن تاني. هنحط البرومو كود عادي وهنحط البيلنج ادرس دي هنحط فيها بياناتنا، الدوله والاسم وعنوان، ده عنوان الدفع يعني عنوان الدفع بتاعك، فانت بتحط فيه بياناتك الدوله واسمك وعنوانك، وبتحط فيه المدينه وبتحط فيه المحافظه والكود الرمز البريدي بتاع المحافظه او بتاع المدينه بتاعتك. بعد كده بتدوس سيف وبعد كده بتدوس باي. انت هنا لما بتدوس باي بيقول لك هنخصم منك $4 من الUSDT بتاعتك، بتقول له تمام، بيخصم على طول $4 وبيقول لك دلوقتي الفيزا بتاعتك قيد التجهيز او بيندنج. بمجرد ما بتدوس على علامه القلب دي بيقلب لك الفيزا، بيظهر لك ظهرها عشان تشوف الارقام اللي عليها. طب دلوقتي الفيزا لسه قدامها شويه، بتاخد كده ايه 5 دقايق على ما تجهز. بعد 5 دقايق يظهر لي ان انت يور فيرتشوال كارد اللي اخرها الرقم الفلاني هاز بين سكسسفولي كرييتد، يعني انت الكارت بتاعك اصبح موجود وجاهز للاستخدام. وانا على الخانه بتاعت كارد بيظهر عندي الكارت دلوقتي وارقامه، بقلبه بشوف الارقام، لو دوست على علامه العين دي بيظهر لي الارقام اللي هي ايه مخفيه. طيب اصبح انا معايا دلوقتي الكارت والكارت جاهز ان انا استخدمه عن طريق الارقام بتاعته زي اي كارت فيزا عادي خالص. هجرب دلوقتي اشتري معاك حاجه بسيطه من على علي اكسبريس ونشوف الكارت واحنا بنستخدمه. انا دخلت على علي اكسبريس وضفت المنتج اللي انا عايزه. دلوقتي هضيف اد نيو كارد او طريقه دفع جديده. هاخد رقم الكارت اللي موجود عندي في ريدوت باي زي ما انت شايف، بعمل له كوبي بسهوله وبحطه هنا في رقم الكارت عادي خالص. بعد كده باخد الCVV اللي هو الرقم اللي هو الثلاث ارقام اللي ورا، واسمي او بياناتي، الاسم اللي هو المفروض مكتوب على الكارت اللي هو الاسم اللي انا عامل بيه الاكونت، التاريخ بتاعه اللي هو الشهر والسنه بتحطهم عادي خالص. وبعد كده بتدوس سيف اند كونفيرم على حسب بقى الموقع اللي انت فيه طريقته شغاله ازاي. انا دلوقتي حطيت الكارت عادي خالص وبعمل باي ناو. زي ما انت شايف دلوقتي بتتم معالجه عمليه الدفع. بيقول لي هنبعت لك رساله على التليفون علشان نتاكد من الرقم زي اي كارت عادي. بعت لي دلوقتي الكود وبحط الكود هنا. بعد كده بقول له تمام، وزي ما انت شايف ظهر لي بيمنت سكسسفول، يعني الكارت دفع عادي خالص $1. مفيش اي مشكله حصلت، مفيش اي عموله اتاخدت، مفيش اي ليميت قابلني، مفيش اي مشكله خالص حصلت. زي ما انا دفعت دلوقتي في علي اكسبريس، انت تقدر تستخدم الكارت في اي برنامج او في اي حته. انت دلوقتي اصبح معاك فيزا تقدر تستخدمها على اغلب المواقع من غير لا ليميت ولا عموله، وزي ما شفت في عموله باينانس يعني كلام فاضي. بس في كام نقطه لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه انك لازم تتاكد اذا كانت الفيزا دي شغاله على الموقع اللي انت هتستعمله ولا لا. انا جربتها على جوجل وعلي اكسبريس وكذا حاجه تانية وكانت شغاله، فانت الاول حط مبلغ بسيط وجرب. تاني حاجه اي فلوس هتحطها على ريدوت باي فانا معرفش طريقه انت ممكن تسحبهم بيها، يعني الفلوس انت بتحطها في البرنامج مش هتعرف تمسكهم في ايدك تاني، فما تحولش اي فلوس للبرنامج الا لو انت ناوي تشتري حاجه معينه بالفلوس دي كل الملاحظات اللي انا خدت بالي منها خلال فتره استخدامي. لو قابلني حاجه تانية هسيبها لك في اول كومنت موجود تحت الفيديو، وانت برضو لو في نقطه تعرفها وشايف ان هي ممكن تفيد الناس فسيبها برضو تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا هرد عليه.